نادي الهلال. سمو الأمير ألف مبروك الوصول للمباراة النهائية، قدمتم مستوى كبير في هذه المباراة، وبالتأكيد الهلال ربما يبحث على النهائيات بشكل كبير. الحمد لله رب العالمين. النصر فريق كبير والهلال فريق كبير، يا ما فزنا على النصر يا ما فاز علينا، مو هذه القضية اليوم. أنا ما أبغى أحكي عن المباراة ولا أبغى أحكي عن النواحي الفنية، أنا أبغى أحكي عن شيء اليوم شفناه عفوي. 50,000 متفرج يهتفون باسم بلدهم وملكهم. هذه رسالة إلى من يهمه الأمر. أنا قد قلت في قصيدة: لك الله كم نحبك يا بلدنا، فداك الحال والمال وولدنا، تعلمنا نحبك قبل نخلق وقبل أعمارنا ويوم ولدنا، غلاكي في ثواني العمر ساكن وإلى متنا نشيله في لحدنا. وقد قلت عن عبد الله بن عبد العزيز هذا الملك العظيم اللي سكن قلوب شعبه. المحبة ذي من الله ما تجي غصب وأماني، ما تجي إلا لمخلص في الوفا لرضه ودينه. هذه رسالة إلى من يهمه الأمر من جميع الرياضيين، إن الدين والملك والوطن خطوط حمراء ما يمكن أن يمسها أحد في حالة واحدة على جثثنا. الله يديم علينا ولا يغير علينا، ويوفق ولاة أمرنا ويريهم الحق حق ويوفقهم لاتباعه ويريهم الباطل باطل ويوفقهم لاجتنابه، والله لا يغير علينا يا رب العالمين إن شاء الله. سمو الأمير شاهدناك أيضا، أول شيء شكرا على هذا الكلام الجميل، وهذا واجبنا كسعوديين. شاهدناك أنت وأعضاء مجلس إدارتك في المنصة الرئيسية تتوشحون بالعلم السعودي، وهذه بالتأكيد رسالة واضحة على اللحمة وعلى الألفة وعلى أيضا الحب لهذا الوطن. الحمد لله رب العالمين. أقول الله يغير علينا فعلا. احنا الحمد لله يعني فعلا نحب بلدنا، يعني الناس فعلا تحب بلدها وتحب ملكها. الحمد لله رب العالمين. هذه الرسالة، هذا هو المهم، هذا المهم عندي بالنسبة لي اليوم، بالنسبة لمباراة اليوم. ولا الهلال والنصر فريقين كبار، يا ما فزنا يا ما فازوا، لو فاز أي أحد ما هي مشكلة يعني. سمو الأمير شو اللي ميزكم اليوم حتى حصلتوا على الفوز والتأهل لمباراة النهائي؟ أكيد في تميز للهلال اليوم. الحقيقة أنا أعتقد للأمانة، ما أبغى أحكي فنيا برضو، مثل ما قلت لك الرسالة كانت الأهم عندي اللي وصلت اليوم بطريقة عفوية، لكن أنا أعتقد أن احنا اليوم كنا يعني ماسكين المباراة من أولها إلى آخرها. أعتقد أن احنا كنا الأفضل، النصر ربما ما كان في يوم، وإحنا أعتقد كنا مميزين اليوم. سمو الأمير ليس بالضرورة أن نتحدث عن تميز الهلال، يعني لازم نحكي على الشأن الفني، أكيد في شأن إداري مميز، تهيئة اللاعبين في الجانب النفسي والجانب الإداري، أكيد في أشياء مميزة. والله أشكر الكابتن سامي الجابر، عمل جهد هائل علشان يهيئ اللاعبين ويخرجهم من اللي هم فيه، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نأمل أن احنا مع شقيقنا الاتفاق أول وحدة حنشرف بالسلام على سيدي ولي العهد إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله أن نقدم مباراة تليق فينا كلنا، ودائما إن شاء الله أتمنى للوطن دوام الانتصارات والأفراح إن شاء الله. برأيك ليش ظهرت المباراة متوترة اليوم شوية؟ يعني أكيد الكل حريص إنه يوصل للنهائي طبيعي، ولكن يبقى اللاعبين إخوان في نهاية الأمر، يعني انتهت على أعتقد ما انتهت بشكل سيء يعني الحمد لله. سمو الأمير أنا تحملت اليوم اتصالات كثيرة أنا كشخصي طبعا على موضوع الأمير عبد الوهاب بن مساعد استقال، يمكن سمعت هذه الإشاعة اليوم اللي وردت بشكل كبير. والله ما هذاني معاكم ما استقلت يعني، لو هو بستقيل كده الناس بتعرف يعني، ما في شيء من هالقبيل. استحقاق مهم قادم سمو الأمير في هذه البطولة تحديدا، ما دام نتكلم عن كأس ولي العهد، بكرة الاتفاق والوحدة، أكيد أنتم عينكم على النهائي وعلى هذه البطولة مثل الاتفاق والوحدة، ولكن سمو الأمير أكيد في أشياء قاعدة تصير في الهلال بشكل إيجابي ومرن تجعلكم تنافسون على كل البطولات. والله شفت بالصدق احنا يعني احنا شغالين شغل عادي وشغل يعني مثل ما نشتغل كل الحل. اللي حصل ان احنا اخفقنا في مباراة، فحصل انه الناس يعني بعض الناس حاولت تقول انه عندنا ربكه، يحصل انه الفرق الكبيره تتعثر احيانا، ولكن اعتقد ان احنا ماشيين في طريق جيد بمشيئه الله. حينما سمو الأمير تحدثوا على سامي تكفى، خلوه اروح لسامي خلاص. أبغى أقول لك دورهم خلاص. أبغى أقول لك آخر شيء سمو الأمير، بروح سمو الأمير ما ابغى اخره. أبغى أقول لك آخر سؤال سمو الأمير، لما خسرتوا سمو الأمير أمام الفريق الإيراني انتقادات كثيرة طالت الهلال، وهذا أكبر دليل على أنه الإعلام ليس فقط في الهلال حتى في الفرق الثانية. اسأل سامي الجابر. طيب شكرا.